كونيتشيوا مناسان، كيف حالكم يا أعضاء منظمة SCP-9؟ أتمنى أن تكونوا في ألف خير. سلسلة كشف الأسرار ستفتح ملف شائك جدا. هذا الملف من أعقد الملفات في ون بيس، وهو ملف الألقاب. سنكشف جميع الأسرار ونزيل الغموض عن مسألة توزيع الألقاب، طريقة الحصول عليها، ومن الفئة التي يشملها اللقب. كل هذا وأكثر في مقطع اليوم. اوكي، اولا لنستعرض جميع الالقاب التي ظهرت حتى الان. اقوى رجل في العالم، اقوى مخلوق، اقوى سياف، اقوى قرصان، ملك القراصنة، اسوأ مجرم، بطل البحرية. هناك القاب اخرى البعض يجهلها، وهي اليونكو، السوبر نوفا، والجيل الاسود. هذه ليست مناصب بل القاب. ما الفرق بين المنصب واللقب؟ المنصب يكون مقعد في تنظيم أو كيان عسكري أو سياسي إلى آخره، كمنصب أدميرال، فهو ليس بلقب، أي أن الناس التي تطلق على هذا الشخص أنه أدميرال، لا، بل هو منصب بحد ذاته داخل منظمة وهي البحرية. أبرز المناصب الموجودة في ون بيس هي أدميرال، نائب أدميرال، جندي بحرية، مدير السجن، قائد SCP-0، SCP-9 إلى آخره. من جهة القراصنة، قائد الفرقة الأولى، الأسطول الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. الثوار في منصب قائد أركان الجيش، القائد الثاني لأركان الجيش، قائد الجيش الشرقي، الغربي، الشمالي والجنوبي. وأخيرا منصب التشيبوكاي. هذه أهم المناصب الموجودة في ون بيس. إذن المنصب هو مقعد داخل منظمة ما، كالحكومة بجميع فروعها، البحرية، منظمة SCP، الإمبيري داون، التشيبوكاي، والجيش الثوري، وقادة الأساطيل داخل طواقم القراصنة. بحيث أن الحكومة كتنظيم عسكري أو تنظيم سياسي لها حصة الأسد من المناصب، فيما القراصنة يتميزون بكثرة الألقاب وقلة المناصب. سأعطيكم مثال كبير جدا على ذلك، وهو لقب اليونكو. قبعة القش بعد أن بلبل إقليم البيغ مام، وأطلق عليه لقب اليونكو الخامس. هذا دليل قاطع على أن اليونكو لقب وليس منصب. فمثلا غارب عرف بقوته داخل البحرية، لكن لما لم يقولوا عليه الأدميرال الرابع؟ لا، لأن الأدميرال منصب وليس لقب. وبدل ذلك لقب، ركز معي، لم أقل أخذ منصب بل لقب، أي أخذ لقب بطل البحرية، عكس لوفي الذي لقب باليونكو الخامس. وهذا دليل على أن اليونكو ليسوا بمناصب، لأنه ممكن للوفي حاليا إذا سيطر على بعض الأراضي التابعة لبقية اليونكو أن يلقب بيونكو، والعالم بأكمله سيعترف بذلك، لأنه اقتسم معهم أراضي العالم الجديد. وهذا ما يعتمد عليه اليونكو. اللحية السوداء لم يصبح يونكو إلا بعد أن سيطر على أراضي اللحية البيضاء، والتي كانت تحت حماية ماركو والبقية. وهذا رد على من يمجد لقب يونكو على منصب أدميرال. منصب أدميرال يؤخذ بالقوة الفردية فقط لا غير، أما لقب اليونكو فتحتاج لطاقم وأسطول ضخم، ورغم ذلك لن تصبح يونكو إلا بعد أن تسيطر على بعض من أراضي العالم الجديد. والآن من لديه الأفضلية على الآخر؟ أدميرال كشخص واحد أم يونكو اللي هم أشخاص، تحالفات وأراضي؟ لذلك عند المقارنات لا تتبجح علينا بلقب يونكو، فهو لقب جماعي عكس الأدميرال اللي هو منصب فردي محض. أوكي، الآن نأتي لمسألة الألقاب الفردية، لأنها النقطة الشائكة في هذا الملف. نبدأ بأول لقب، وهو أقوى رجل في العالم. متى أخذ اللحية هذا اللقب؟ في عهد روجر. إذا ماذا نستنتج؟ أنه أقوى رجل في العصر القديم. إلى هنا الأمور واضحة. جميل، لكن اللحية هذا لم يستطع هزيمة روجر، لم يستطع هزيمة غار، ولم يستطع هزيمة سينغوكو. روجر ظهرت معركته ضد اللحية وانتهت بالتعادل بينهم. غارب قال روجر بأنهم قاتلوا بعضهم البعض في كم مرة. سينغوكو قال عليه روجر بأنه يفضله كخصم له داخل البحرية. اللحية حينما رآه في حرب ماريفورد قال له لقد مر وقت طويل. إذا لقب اللحية غير منطقي على الإطلاق. كيف أقوى رجل وما استطاع هزيمة الجميع؟
كيف أخذ اللقب إذن؟ هنا نأتي لمسألة مهمة جدا، اسمع جيدا، لازم تفهم وتستوعب الأمر. القراصنة، الناس، العالم هم من يطلقون على هذا الشخص أقوى رجل. نعم الناس. وكيف يتم إطلاق اللقب عليه؟ هل اعتباطيا؟ هل هناك إنجاز ما؟ حادثة؟ ما المعايير التي يتم الاعتماد عليها حيث يعترف أو يقر الجميع بأن اللحية البيضاء هو أقوى رجل في العالم؟ أولا يجب أن تثبت اسمك في الساحة ضمن المستوى العالي من القوة. ما هو المستوى العالي؟ هم الأدميرالات. اليونكو أقوى سياف في العصر القديم. الأدميرالات أهم القراصنة كروجر، البيغ مام شيكي، واللحية البيضاء كان في مستواه. ماذا أقصد بمستوى؟ أي أنه يستطيع أن يقف ند لند مع أي شخص من هؤلاء، وهكذا توفرت فيك الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون لك إنجاز أو حادثة تألقت فيها لتأخذ اللقب. اللحية ما عنده أي إنجاز لأنه فقط يريد تشكيل عائلة. المسألة الأخيرة وهي الأهم، وهي ما هي قوتك بالذات. اللحية عنده فاكهة الزلازل. وماذا نعرف عن الزلازل؟ أنها مدمرة ويمكنها أن تمحي أي جزيرة من الخريطة، يعني قوة تدميرية طبيعية هائلة. لذلك سينغوكو قال عليه في حرب ماريفورد على أنه لديه القدرة على تدمير العالم. وبالتالي بما أن اللحية يستطيع تدمير العالم بفاكهته، فتلقائيا سيطلق عليه الناس لقب أقوى رجل. تفسير منطقي جدا، لأن عالم القراصنة لا يوجد فيه مسابقات. نجمع الشخصيات القوية ونقوم بمواجهة ثنائية، والمتأهلون يتوجهون للدور الثاني إلى أن نصل للنهائي، وبعدها الفائز سيكون أقوى رجل. لا لا لا، الأمور ليست هكذا، ولا حتى من يظن أن أودا هو الذي يصرح بذلك. يجب أن تفهم جيدا أن أودا خاضع لمنطق وان بيس. انسى الكاتب، اعتبر وان بيس عالم لوحده. إذا ذكر فيه أن هذا القرصان هو أقوى رجل فلا تعتبره تصريح بحد ذاته. يا من يقول أن أودا صرح بذلك. التصريح هو أن يخرج أودا شخصيا أمام الكاميرات ويقول: السلام عليكم، اللحية البيضاء هو أقوى رجل في العالم. انتهى. هذا هو التصريح. أما ما ذكر في الأنمي فهو ترجمة لنظرة الناس والعالم في القصة لهذا الشخص. لذلك عندما تسمع أن هذا القرصان يلقب بأقوى مخلوق، هل أودا الذي لقبه بذلك؟ ترى يجب أن تنظر خارج الصندوق، لا تكن متابع سطحي. إذا لقب اللحية أتى من الناس، من القراصنة، من العالم. ومن يقول أن اللحية ذكر لقبه في البند العريض فهذا لا يفرق أبدا، لأن روجر لم يتم تقديمه بالبند العريض على أنه ملك القراصنة، عادي جدا، بل العالم اللي لقبه بذلك. نفس الشيء مع كايدو. كايدو مثلا هو أقوى مخلوق، وكان اللحية البيضاء على قيد الحياة. حسب اللقب فكايدو أقوى من اللحية، وهذا تناقض لأن اللحية تم تقديمه قبل سنتين بأنه أقوى رجل. يعني عندنا لقبين في نفس الوقت، واللقبين كانوا قبل السنتين، أي أنه الأقوى قبل السنتين. وهذا دليل قاطع على أن معظم الألقاب في ون بيس لا تؤخذ بهزيمة الشخص الأقوى منك. مثال اللحية السوداء، الآن أخذ فاكهة الزلازل التي جعلت من اللحية البيضاء أقوى رجل، لكن لم يتم تلقيبه بأقوى رجل. لماذا؟ لأنه هزم هزيمة نكراء على يديه، وحتى بعد أخذه للفاكهة خسف به سينغوكو الأرض هو وطاقمه، أي أن تيتش حاليا ما زال لم يثبت قوته في المستوى العالي، ما زال عليه نقطة استفهام، لأنه لحد الساعة لم يواجه أي أدميرال، لم يواجه أي يونكو حتى يجزم الناس أن اللحية السوداء يستحق لقب مرتبط بالقوة، بما أنه مستخدم الفاكهتين. واحد هذه الفاكهتين هي أقوى فاكهة باراميسيا التي جعلت من اللحية البيضاء أقوى رجل في العالم، فهو حقا يمتلك مقومات هائلة لذلك. كايدو مثلا يلقب بأقوى مخلوق. لماذا بالضبط أقوى مخلوق؟ لماذا لم يلقب بأقوى قرصان مثلا أو أقوى رجل؟ لماذا؟ أقوى رجل لأن اللحية البيضاء يمتلك اللقب، ولقب مثل أقوى رجل يبقى مع صاحبه إلى أن يموت. لماذا؟ لأن لقب مثل هذا لقب يشمل العالم بأكمله، فئة كبيرة جدا، أي جميع الرجال على هذا العالم. نفس الأمر مع كايدو، جميع المخلوقات في هذا العالم. صعب جدا، كلما كان اللقب شامل كلما كان صعب أن ينتزع، عكس لقب أقوى سياف مثلا، فهو لقب يشمل فقط السيافين، أي لقب محدود جدا. سنعود للقب ميهوك لاحقا. نكمل مع كايدو. لماذا بالضبط أقوى مخلوق؟ السبب كالعادة
السعادة مرتبط بفاكهته، شأنه شأن اللحية البيضاء، بما أن فاكهته مرتبطة بالتنين، والتنين عبارة عن مخلوق أسطوري والذي يعتبر من أقوى المخلوقات في التاريخ، لذلك كايدو لقب بأقوى مخلوق. هل تظن أنه ذهب للجنس البشري وقام بهزيمة أقواهم ثم البرمائيين ثم انتقل للحيوانات؟ لا. إذا اللقب ليس منصب، حتى إذا مات كايدو يأتي شخص مكانه ليكون أقوى مخلوق في العالم. نأتي الآن للقب ميهوك، وعندما نذكر لقب ميهوك نذكر شانكس أيضا. ميهوك حاليا هو أقوى سياف في العالم. كما علمنا سابقا أن لقب أقوى سياف هو لقب محصور جدا، عكس أقوى رجل الذي يضم كل رجال العالم، لذلك يكون من السهل أن يعرف العالم من هو أقوى سياف، خصوصا أن السيافين الأقوياء جدا حاليا هم ميهوك وشانكس، لا غير، لا يوجد أحد. كانوا سابقا يبارزان بعضهم البعض، أي أن هناك احتمالين. الأول أن ميهوك كان يحمل اللقب وظهر سياف جديد قوي جدا اسمه شانكس، فميهوك حتى يثبت نفسه في العالم. وأنتم تعلمون تعصب السيافين في مسألة شرفهم في المبارزة، وأنهم يستمتعون جدا في مبارزتهم، خصوصا إذا كان خصمك لا يقل قوة عنك. الاحتمال الثاني أن العالم ينتظر فقط الفائز بينهم حتى يلقبوه بأقوى سياف، لكن شانكس فقد ذراعه وانسحب ميهوك من مبارزته. هل هذا يعني أن شانكس أضعف من ميهوك؟ لا، هذا ليس كافي، لكن ما يثبت أن ميهوك أقوى من شانكس هو أن ميهوك ما زال لحد الساعة يجوب بحار العالم بحثا عن منافس له أقوى من شانكس. هذا الدليل هو ما يميز لقب ميهوك عن بقية الألقاب. هناك سبب آخر غير لقب أقوى سياف، وهو أنه يبحث عن منافس له أقوى من شانكس، وشانكس هو أقوى سيافين العالم. ماذا يعني ذلك؟ أن ميهوك هو أقوى سياف حاليا، ليس فقط كلقب، بل لأنه يبحث عن منافس له قوي ولم يجد. وبهذا السبب إضافة إلى محدودية اللقب، أي أنه يشمل فقط السيافين، فإن لقب ميهوك هو اللقب الوحيد في هذا العالم الذي أراه شخصيا منطقي ومستحق بجدارة. هذا لقب أقوى سياف وليس لقب أقوى رجل، الذي ما استطاع حتى هزيمة روجر، وتعادله معه كان لمرة واحدة، عكس مثلا ميهوك الذي تعادل مع شانكس المرة الأولى، لكن هو يسعى لأخذ اللقب، فبارزه للمرة الثانية الثالثة والرابعة والكثير من المبارزات، إلى حين وقوع حادثة فقدان شانكس لذراعه. ما أحتاج أذكركم بشائعات أن أودا صرح بأن شانكس لم تنقص قوته، لأنه تصريح كاذب، وحتى لو افترضنا أنه صحيح فهو متناقض مع القصة، لأن ميهوك انسحب. ليس هذا فقط، بل صار يبحث عن منافس له أقوى من شانكس. وما يميز لقب أقوى سياف عن باقي الألقاب وهو أن أي سياف في هذا العالم يسعى ليصبح أبرع من حامل السيف منذ بدايته في القرصنة، وهو واضع بين عينيه لقب أقوى سياف. لذلك السيافين يبحثون دائما عن مبارزة من هو أقوى منه، مثل فيستا في حرب المانيفورد قال بأن مبارزة ميهوك حلم أي سياف في هذا العالم. هل تظن أن شخص لا يستخدم السيف سيسعى ليصبح أقوى رجل في العالم، سيذهب لهزيمة أقوى القراصنة كاليونكو، ثم يذهب لهزيمة أقوى سياف، بعدها ينتقل للأدميرالات؟ لا، هذا مستحيل جدا. لذلك حسب ما ظهر من ألقاب، أرى أن لقب ميهوك هو اللقب الوحيد اللي أشوفه منطقي ومستحق بجدارة. الآن نأتي لمربط الفرس، وهو أن جميع الألقاب التي ذكرناها لا تخص الحكومة بل فقط القراصنة. ماذا، كيف، ولماذا، وكيف لا يعقل؟ أجل، كما سمعت، الألقاب تخص فقط القراصنة، أو بالأحرى لا تنطبق على الحكومة. هذه حقيقة صادمة جدا، ويجب أن تفتح معي عقلك لتفهم ما أقصده بالضبط. الحكومة هي نظام عبارة عن سلطة هدفه الحفاظ على أمن واستقرار العالم. جميل. من المسؤول عن توزيع الألقاب في ون بيس؟ هل هم الحكومة؟ لا، ليس هم، لأنه أولا ليس في صالحها أن تنعت هذا الشخص بأقوى رجل وهو عدوه، لأنه ستعزز وتقوي جانب القراصنة اللي هم في الأصل أعداؤها، وهذا غير منطقي على الإطلاق. ما الذي ستستفيده من ذلك؟ فقط ستكسب ثقة في نفسه، وسيعتقد أنه لا يوجد من يمكن ردعه، وممكن يتمرد ويدمر نظام الحكومة نفسها. لذلك هذا الأمر ليس في صالح الحكومة. ثانيا،
لو كانت الحكومة هي من توزع الألقاب لوزعت على أدميرالاتها ألقاب القوة حتى ترضى القراصنة وتكتسب سمعة قوية جدا في العالم. مثلا فوجيتورا تطلق عليه أقوى سياف، أكاينو أقوى رجل، كيزارو أسرع شخص في العالم، الثور الأخضر الوحش الضار انطلاقا من فاكهته. ألن يجعل هذا الحكومة في نظر الناس خارقة القوة؟ أكيد نعم. لذلك الألقاب لا يمكن أن تكون الحكومة من توزعها على القراصنة، بل الناس القراصنة نفسهم، العالم هو من يوزعون الألقاب، لأنهم طرف محايد فقط يشاهد ويحكم. هل هذا يستحق أن يكون الأقوى أم لا؟ جميل. مسألة الألقاب لا تتعلق بالحكومة، هذا أمر بديهي. لا أعلم لماذا لم يتطرق له أحد سابقا، لأنه مثلا نأخذ لقب ميهوك الذي يعتبر اللقب الأكثر منطقية بينهم. بعد سنتين ظهر أدميرال جديد يستخدم السيف، هو فوجيتورا. ميهوك يعلم جيدا أن منصب أدميرال منصب يؤخذ بالقوة الفردية لا غير. إذا بما أنه يبحث عن منافس له أقوى من شانكس، لماذا لم يذهب لمبارزة فوجيتورا؟ لماذا؟ أجبني لماذا؟ لأن ميهوك أقوى منه، وما أدراه أنه أقوى منه. هذا أدميرال، القوة العظمى للحكومة، الذي يعطى فقط لمن استوفى شروط القوة الغاشمة. ماذا؟ فوجيتورا ليس سياف؟ ذكر في بطاقة الفيفر كارد الخاصة به بأنه سياف. إذن لما لم يذهب لمبارزته؟ واضحة. هذا دليل كبير على أن الألقاب لا تشمل الحكومة بل فقط القراصنة، لأنه لو كان كذلك لدفع كبرياء ميهوك وتعطشه للمبارزة لدق أبواب البحرية. السلام عليكم، هل فوجيتورا موجود؟ لماذا؟ لأنني أريد مبارزته الآن. في دورية. أوكي، لما يعود للمقر اتصل بي. وداعا. لا لا لا، غير منطقي على الإطلاق. مسألة أخرى، في العصر القديم طاقم الروكس كان يعتبر تهديد عالمي، لا على القراصنة ولا على الحكومة. لذلك تحالف روجر مع غارب لإسقاط الروكس. كما سمعنا أن غارب لقب ببطل البحرية بعد هذه الحادثة، أي أن غارب كان له دور كبير جدا في فك الطاقم الأقوى في التاريخ. إذن لما لم يلقبه الناس بأقوى رجل أو على الأقل أقوى جندي بحرية؟ لا، لأنه من جانب الحكومة لقب فقط ببطل البحرية، لا أقوى ولا بطيخ، فقط بطل. أليس هذا إجحاف في حق غارب؟ إذا كانت الألقاب تشمل الجميع، إجحاف كبير جدا في حقه. إذن هذا دليل آخر أن الألقاب لا تشمل الحكومة. مثال آخر، اللحية كان أقوى رجل. جميل، عندك رجل واحد تعادل معك، أمر عادي ولا يقلل من لقب أقوى رجل. لكن كل من سينغوكو وغارب تعادلا مع اللحية، فهنا عندنا شخصيتين لم يستطع لا اللحية ولا روجر هزيمتهم واحد ضد واحد. وهذا دليل ثالث على أن الألقاب تخص فقط القراصنة. الدليل الأخير هو أكاينو. أكاينو هو عدو لوفي الأخير داخل الحكومة. من يقول لا فهو جاهل لسير الأمور، لأن أودا منذ حرب المانيفورد يهيئ لخصم لوفي داخل الحكومة. قتل إس أمام عينيه وكاد يقتله رفقة جيمبي. بعدها تسلم قيادة المارينز. تخرج حزمة الفيفر كارد يذكر فيها بأن أكاينو يمتلك أقوى فاكهة هجومية في القصة. أودا من الآن يفسر لك قوة أكاينو مستقبلا. لذلك أكاينو حاليا أقوى من كايدو، لأنه سيكون خصم لوفي الأخير، أي حتى بعد أن يصبح ملك القراصنة. منطقيا أكاينو يتحتم عليه أن يكون أقوى من كايدو، لكن إن طبقنا مسألة الألقاب فكايدو الأقوى. وهذا دليل آخر على أن الألقاب في ون بيس تخص فقط القراصنة، أما الحكومة ومنظماتها لا تسري عليها هذه الألقاب، لأنها ليست طرف في النزاع. فهي لا تحتك باليونكو إلا لظرف معين، لأن اليونكو في الأصل مفيدون جدا للحكومة. وهذا موضوع آخر سنتطرق إليه مستقبلا حتى يفهم المشاهد موازين القوة بطريقة معمقة وينظر دائما خارج الصندوق. إلى ذلك الحين قائد الأسطوري يحييكم. سيا.